يعطيكم ألف عافية. شو بالنسبة للبيتكوين على المدى الطويل؟ حابين تعرف شو رأيي؟ ما زلت أعتقد إنه في زيارة أخرى لمستوى 16,000. قد ننزل لل10,000، بس هالكلام مش قبل سنة. فهمت علي؟ خلال السنة هاي يمكن نروح لل30 34. هلا عم بحكي يمكن. و... ومن بعدها ننزل لجهة 16,000 ولا 10,000. ويمكن يعني الإشي الأكيد إنه رح يكون في عنا زيارة تانية لجهة 16,000. كيف وليش؟ ليش مش معروف. بس in the meantime ممكن نطلع ونروح نجيب ال30 أو ال35، وبعدين نرجع 16. هناك ممكن الواحد يقرر يدخل بشكل استراتيجي ولا يستنى ال10,000. على العموم، المتتبع إلنا باستخدام السلاح السري بيعرف إنه إحنا مش بحاجة لأن نقوم بالعملية هاي كلها، وإنه السلاح السري الحمد لله يعني تطور وصار أحسن وأكثر دقة. وصرت أنا أعرف أتعامل معكم بشكل أفضل الحين، يعني بمعنى إنه مش كل إشي بعرفه بطلع بحكيه. قبل كنت أحكي شغلات كتيرة، وهالإشي أحيانا يخلق confusion بمعنى ارتباك أو عدم وضوح للرؤية. فأحيانا التقليل من المعلومات أفضل إلكم. التقليل من إعطاء المعلومات أفضل إلكم. يعني كنا قبل على التليجرام بنضلنا قاعدين 24 ساعة، صح ولا لا؟ هلا لا، نطلع نعطي تحديثين، وأحيانا انطرت بنعطي 4 5 تحديث. طبعا ماديا مش مستفيد إشي من الموضوع هذا يعني. المهم الفكرة إنه إحنا مش مضطرين إنه نقعد نساير السوق عشان حضرتك تيجي وتشتري مرة واحدة وتنام عليها مدة سنة ولا سنتين، وبعدين تكون مسوي 500 ولا 1000%. مش مضطرين للموضوع هذا، لأنه بتتبعاتنا لحركة البيتكوين عن طريق السلاح السري اللي بستخدمه، الحمد لله قادرين نحقق نتائج مذهلة. هلا احنا حاليا للأسف شغالين لدى بروكر، لدى وسيط بيشتغلش يوم سبت أحد، ومع ذلك مسوين عوائد خلال آخر شهر تزيد على 15% في البيتكوين، ويحكوا ما شاء الله بسم الله. وعلما انه نصف الحركات اللي حكينا لكم اياها ما قدرنا ننفذها لانه سبت احد مش قادرين نشتغل. فرح ننتقل لافا تريد، تشتغل هاي سبت احد. افا تريد بتغطي عن طريق كراكن. افا تريد احسن من باينانس، احسن من باينانس. مغترين كتير بباينانس. باينانس ياما يكون السوق بتحرك بقوة، تيجي تدخل تحط بدي اشتري بدي اشتري بدي اشتري، ما تنفذ. نفس الشيء بتمكس. كم واحد عانى من هالنقطة هاي؟ كراكن هي منصة للبروفيشنال والانستتيوشنال. عادة بدخلها يعني مؤسسات كبيرة. فالمنصة هاي بتقدرش تلعب مع الانستتيوشنز، بيقدروا يلعبوا معكم انتم صغار المستثمرين، بس كبار المستثمرين ما بيقدروا يلعبوا معهم. فعشان هيك الخدمة هناك أفضل. الأسعار راح تكون لدى أبا تريد وإنجوت مماثلة لباينانس، ما راح يفرق إشي. نفس يعني باينانس تأخذ عمولة منفصلة، السعر تقريبا بالشراء والبيع تقريبا ثابت، الفرق بسيط جدا، الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع، بس باخذوا عمولة. العمولة هاي كانت قبل عشر 1%، هلا نصف العشر 1%. هالإشي اوريدي شركة إنجوت اللي بنتعامل معها مرخصة بالأردن ومرخصة باستراليا. طبعا ترخيص الأردني بيشتغلوا تحت الترخيص الأردني، بيشتغلوش بتكون الأمور هاي، بس تحت الترخيص الأسترالي والأجنبي ممكن يشتغلوا.
آم، المهم بالضبط الاسعار عندهم منافسه جدا، مش منافسه زي باينانس. هلا شو الميزه الاضافيه؟ انه لما باينانس تسكر عليك المنصه، هدول ما راح يسكروا راح يكونوا شغالين. ونفس الشيء افا تريد. فبدعوكم للانتقال لانجوت وافا تريد عن طريق الرابط تاعي. باي ذا واي، افا تريد الاسعار السبريد اللي بحكي لكم عنه هذا بيعطوه فقط لزبايني. زبايني التانيين ما بعطوهم اياه. ليه؟ لان انا بحارب عشان زبايني، بحارب عشانهم. فاذا بتدخل على منصه الافا تريد رح تلاقي الفرق بالاسعار غير لما تيجي انت عن طريق الرابط تاعي. اوكي. آم، شو كمان؟ ولا شيء. الحقوني على التليجرام، رح تلاقوا الروابط هناك، روابط الاشتراك. ما ترتبط يعني، ما تدخلش هيك لحالك على انجوت وتدخل على افا تريد لحالك. بوكلوك. ادخل عن طريق شخص اوريدي متفاوض معهم، وماخذ منهم اسعار مخفضه، وماخذ منهم خدمه مميزه. وبعدين لما يعرف انك جاي عن طريقي، رح يعرف انه لا سمح الله صارت اي مشكله، رح تلاقي ظهر اللي يوقف لك. وياما سوينا هالشيء. هلا معظم الاحوال 80% 90% من شكاوى الناس بتكون غير مبررة، بس بتصدف انه 10% تكون حقيقية وإلها معنى. وبهالوقت بالحالة هاي بنساعدكم. طبعا هلا حاليا بنتعامل مع شركات الوساطة السي اف ديز تحت حذر شديد. يعني انا بموقع بيني وبينهم اتفاقية، تمشوش عدل بفضحكم وما لكم تحكوا كلمة. اذا صار اي خطأ بالتسعير انا رح اتجاهله واسكر العملية واطلب التعويض لاحق. وعمالي بقوم بتسجيل الأسعار لدى 3 4 سورسات بنفس الوقت، فأي اختلاف عن المعدل يحاسبوا عليه، وأي خطأ يتم التعويض عليه لاحقا. فهالإشي بيريحني وبشيل الإرباك من، يعني أحيانا ممكن يربكوك إنه يلعبوا بالأسعار. وباينانس بتلعب أحيانا بالأسعار، بيت ميكس بتلعب بالأسعار. بيت ميكس عرفتها، بيت ميكس عرفتها قد ما كانوا يلعبوا بالأسعار. بس هذولاك بتقدرش تحكي معهم. وين تروح تتطارد فيهم؟ مش مرخصين بأي مكان. هدول اتليست مرخصين. يعني افا تريد افا تريد مرخصة بأبو ظبي، باسكتلندا، بساوث افريكا، باليابان، بايرلندا. تقدر تحكي مع حدا تقول له هي اما باينانس وين مرخصة حبيبي؟ انت اللي بتشتغل معها مش مرخص بمكان. مبسوط على باينانس. بتقدرش تحكي معهم، لا تعاتب ولا تصيح ولا شيء. بتقدرش تسوي شيء. ف الحقوني على التليجرام، رح تلاقوا رابط التليجرام بالبايو. وهناك بندلكم على بننزل هناك يعني بشكل فريكوينت بننزل اللينكس تاعت الافا تريد وانجوت الخاصة في اللي بتحميكم. يعطيكم الف عافية.